السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة شانيل سعدية. كنتمنى في هذا الفيديو هذا يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال تحضير غريبه ديال اللي كتكون مفنده في سكر كلاصي وبكاوكاو. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كتجي مفقعه وكتجي كتذوب في الفم، فخليكم على المقادير والطريقه ديال التحضير. نبداو في الطريقه ديال التحضير. عندي هنايا انا عبرت هنايا بالكاس ديال العنبه. خديت هنايا جوج كيسان ديال العنبه ديال سنيده. هذيك السنيده اللي كتكون رقيقه ماشي اللي كتكون غليظه. الا كانت غليظه حاولوا تغربلوها باش تعطيكم هذيك السنيده الرقيقه. انا عبرت هنايا بالكاس ديال العنبه. عندي 250 غرام ديال الكاوكاو حمرته والنص ديالو قشرته والنص خليت فيه القشره وطحنته هكا في الهاشوار. عندي جوج ساشيات ديال الفاني وجوج ساشيات ديال الخميره الحلويات، وعندي 250 غرام ديال الزبده. انا خدمت هنا بلا بريري، كنخدم بلا بريري اولا سونطرال على حسب الكليان شنو بغات. غنضيف عليهم واحد القبيصه ديال الملحه كما كتشوفوا، واحد القبيصه هكا ديال الملحه، حيتاش الملحه هي اللي كتعدل لينا الذوق هكا ما بين الحلو والمالح. عندي هنايا واحد كيلو ديال الطحين تقريبا، ما غتدخلش لي كيلو ديال الطحين. وعندي سكر كلاصي سبيسيال غادا نفند فيه الغريبه، وعندي كاوكاو. غناخد هنايا هاد زوج ساشيات ديال الفاني، غادا نزيدهم على هاد المكونات، على كاوكاو والزبده والزيت وسنيده عفوا. انا عاد غنزيد الكاس ديال العنبه يكون عامر ديال الزيت. بالنسبه للزبده، الا كانت عندكم الزبده تكون قاصحه، يعني كانت في الثلاجه اولا ما خرجتوهاش بكري ولا شي حاجه، غتخدموا السنيده والزبده والزيت مزيان مزيان حتى غتحصلوا على كريمه. عاد غادا تضيفوا عليها كاوكاو. انا عندي هنايا الزبده راه بدرجه سميتو الحراره زعما راه دايبه واحد شويه. انا غادا نخلط المكونات كاملين. وعندي هاد السنيده ديك السنيده اللي كتكون حبيبه ديالها رقيقه دغيا كتذوب، يعني غادا نخلط المكونات كاملين في خطره واحده. نتوما كانت عندكم الزبده قاصحه راه غتخدموا الزبده والزيت وسنيده مزيان مزيان تتحسوا بديك السنيده دابت، وتزيدوا عليها كاوكاو. انا هنايا راه عندي الزبده كما كتشوفوا دايبه واحد شويه. غادا نخلط المكونات كاملين في خطره واحده، يعني سنيده راه رقيقه راه دغيا كتذوب. صافي غادا نخلط هاد المكونات مع قبيصه ديال الملحه مزيان مزيان كما كتشوفوا. غنبقى نستمر على هاد الشكل هذا حتى غادا تحس بديك السنيده كامله دابت ليا. صافي من بعد غادا نزيد واحد هذاك جوج ساشيات ديال الخميره، وغادا نجمع المكونات بالطحين كما كتشوفوا. كنبقى نخلطو مزيان مزيان. وكاوكاو ما طحنوش كاوكاو بزاف بزاف تيطحن يولي لك بحال العقده، لا كيطحن وهو كيكون شويه مهرمش، باش هذيك الغريبه ملي كناكلوها كنحسوا بهذاك الكاوكاو تيكون فيها مهرمش من الداخل. صافي انا غنبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادا نحس بديك السنيده كامله دابت، وغنبقى نخلطها هكايا ونولي معكم ان شاء الله ملي غنبدا نضيف الطحين. من بعد ما حسيت بديك السنيده دابت ليا كما كتشوفوا، صافي دابا هي كنضيف الطحين بشويه بشويه. غنزيد هذيك الساشيات ديال الخميره، جوج ساشيات حمرين. صافي وغنبقى نجمعها غير بشويه بشويه، ما غاداش ندلكها، حنحاول ما غندلكهاش، غير غنجمعها هكا تيدخل فيها الطحين. حيتاش الزبده والزيت وسنيده وكاوكاو راهم خدمتهم مزيان مزيان حتى يعني شتو كيولاو تولاو بحال شكل كريمه. صافي وهنا ملي غنبدا نضيف الطحين ما غاداش ندلكها، غير غنجمع هكا بيديا وصافي. يعني ما كتبغيش هي تدليك بزاف تبقى تدلكيها وتعاودي وسميتو، لا ما كتبغيش تدليك. صافي هكا بحال صابلي، كاع جميع الحلويات ما كيبغيوش تدليك. هي كنديروهم هكايا، كنجمعوهم بالاطراف الاصابع هكا باش يتجمعوا. صافي كنبقى نستمر على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنضيف الطحين غير بشويه بشويه حتى كنجمع الحلوى كامله الغريبه كامله. غنزيد مازال واحد شويه ديال الطحين غير شويه. ها نتوما راه باقا كنحس بها هنايا في يدي رطبه. ها نتوما كما كتشوفوا راه ما كندلكها ما حتى شي حاجه، غير كنجمعها. ها نتوما شفتوا راه باقا خاصها واحد شويه ديال الطحين غير شويه. انا هنا بالطحين كنخدم بالطحين ديال الكنز خاص بالحلويات. كناخذ الخنشه ديال 10 كيلو هي اللي كنخدم بها الحلوى. صافي ها هي تجمعات عندي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ما كتكونش مطلوقه وما كتكونش قاصحه بزاف. صافي كنبقى نجمعها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. غنخليها تقريبا غير واحد المده ديال 10 ديال الدقائق هكاك، وغادا نجي نبقى ندير نفرقها هكا نكورها باش ندير لها سكر كلاصي وندير لها كاكاو وندخلها ان شاء الله في الفران. من بعد هنايا ما خليتها تقريبا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق.
كنكورها هكا. الوزن ديال كل حبه فيها 17 غرام صافي. وكنورك عليها شويه بالكف ديالي باش كتهبط ليا هكا، باش ملي كنمرمدها في السكر كلاصي وكنديرها في اللاطه ما كتشققش ليا بزاف في الجناب. ها نتوما على هذا الشكل هذا صافي. وكندير فيها الحبه ديال الكاوكاو من الوسط. كنبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكملها كامله، كنكورهم كاملين وكنديرها غير شويه بالكف ديال يديا. ملي كندير لك بحال هكايا، ملي كنبغي ندير فيها الكاوكاو ما كتشققش ليا بزاف، حيت الا خليتيها مدوره هكايا ودورتوها في سكر كلاص وحطيتها في اللاطه، داك السكر كلاصي بحال كيقصحها شويه. كتشرب هذاك السكر كلاصي كتقصح شويه، ما كتجيو تغرسوا في هذاك الكاوكاو حتى كتفرقع كامله من الجناب. فلهذا كنبسطها واحد شويه بالكف ديال يديا صافي. وكنمرمدها هكايا في السكر كلاصي، كنديرها في اللاطه. من بعد ما كنكمل هكايا شي 6 حبات ولا 7 ديال الحبات، كنبقى ندير لهم هكايا الكاوكاو من الوسط كما كتشوفوا. والفران ضروري يكون سخون العافيه من الفوق ومن التحت. كنخلو الفران حتى كيسخن وكنهبطوا له درجه الحراره شويه، كنقصوا ليه شويه. ولا كانت العافيه قريبه من الغريبه كنديروا واحد الطاوه، عاد كنخشيو الطاوه ديال الحلوى كنخليوها تقريبا ما كتاخذش الوقت بزاف حتى كتذهبك بحال هكا كما كتشوفوا. انا عندي هنايا الطاوه الاولى راني طيبتها كما كتشوفوا، كتجي مفكعه على هذا الشكل هذا وكتجي هشيشه كتذوب في الفم. انا عندي هنايا كوموند ديال هاد الغريبه هذه ديال الكاوكاو، وعندي حلوه ديال التمر. فخليكم ان شاء الله من بعد ما غادي نكمل الطاوه الثانيه اللي درت معكم دابا ودخلتها الفران من بعد ما طيب ونخرجها ونوريكم حتى هي الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. وعندي هذه هي الحلوه ديال التمر اللي قلت لكم، كتكون فيها التمر والكركاع من الداخل، كتجي حتى هي شيشه وكتذوب في الفم. انا عندي هنايا طاوه راني خليتها في الفران، من بعد ما تخرج ان شاء الله نولي معكم. من بعد ما خرجت الحلوه من الفران كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي مفقعه وكتجي مشقوقه كما كتشوفوا، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. انا عندي الفران ضروري مخصو يكون سخون ديال الغريبه هكا. ملي كنبغي نطيب الغريبه باش دغيا ملي كندخلوا الغريبه وكتفقع صافي كنهبطوا لها درجه الحراره وكنخليوها تاخذ داك اللون الذهبي ديالها، ومن بعد ما كنخرجوها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها.